أمران مشكلان على بعض الناس. الوقت الذي أباح الله سبحانه وتعالى فيه الجماع، والوقت الذي حرمه فيه في رمضان. فقبل طلوع الفجر أباح الله سبحانه وتعالى للمسلم مواقعة زوجته، ولو أدى ذلك إلى أن يغتسل بعد طلوع الفجر فلا حرج في أن يغتسل المرء بعد أن أجنب قبل طلوع الفجر، أن يغتسل بعد طلوعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لكن يبقى المحرم والأمر الخطير والذي تلزم منه الكفارة أن يواقع المرء أهله بعد طلوع الفجر، فحرم الله سبحانه وتعالى ذلك وتلزم منه الكفارة. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. حينها ينبغي أن يمسك المرء عن كل المفطرات إلى أن تغرب الشمس، فحذاري من أن نقع فيما لا يرضي الله عز وجل.